السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. عندي كام سؤال كده صغير لمعالي وزير التموين. معاليك عملت امبارح مؤتمر وقلت ان الرز مش هيكون موجود في التموين، وان كل فرد ليه 50 جنيه في التموين، يعني فرد او 2 3 4 كل واحد له 50. ال50 جنيه مش هيكفوا الا ازازة زيت وكيس سكر. طيب هو معاليك بتقولوا ان انتوا عمالين بتزودوا مليارات في الدعم، وان التموين عمال كل فتره بيزيد مليارات. انا ماليش دعوه بالمليارات وما بفهمش في الارقام والمليارات والحاجات دي، انا ماليش علاقه بيها. اما يتقال ان فيه تموين و90% من الناس اللي بتاخد تموين دي ناس مش لاقيه تاكل وحرفيا معدمين، وتيجي معاليك جاي لسلعه استراتيجيه بيستناها كل شهر اللي هي الرز. ده في ناس يعني يوميا لازم ياكلوا رز، ناس كتير كده، وتيجي معاليك تقول لي احنا من الشهر الجاي احنا مش هنحط الرز. طيب انا عايز اسال معاليك ليه بتحدد لي سلعتين 2 وشلت الرز تماما من التموين؟ طب انت حضرتك يعني ممكن تيجي في يوم من الايام تقول ان السلعتين دول هيبقوا سلعه واحده، مثلا يعني كيس سكر او ازازه زيت، مع الارتفاعات اللي بتزيد في الاسعار كلها والاسعار بتاعه التموين نفسها عماله بترتفع، فهيجي يوم من الايام تبقى هي سلعه واحده بس ومجبرين عليها ان هي ما فيش حتى سلع ان احنا نقول طيب احنا مش هناخد السلعه دي وناخد مكانها السلعه دي. انت مش مديني براح لاي حاجه. ثانيا معاليك بتقول انا شلت الرز خالص وهبيعه بره لنفس المواطن، هبيعه له بره حر ب 22. ب 22 ازاي معاليك حددت 22 ومعاليك عارف كويس قوي ان الرز بره اسعاره بتتفاوت على حسب جودته من 30 ل 35. حاجه تانية معاليك بتقول ان الرز هيبقى ب 22. ده لسه في حضرتك كنت طالع بمؤتمر من يومين وبتقول ان الاهم من التسعيره وتظبيط السعر للسلعه توفيرها، وان تظبيط السعر ده هيجي بعدين. طيب حضرتك دلوقتي حددت 22 جنيه على اي اساس؟ اذا كان حضرتك بتقول انك لسه ما ظبطتش سعر الرز، مفيش ولا نوع رز ولا مكسر حتى ب 22 جنيه في السوق. الكلام ده مش موجود على ارض الواقع، يعني التصريحات اللي حضرتك بتقولها الناس بتنزل الشارع ما بتلاقيهاش. حاجه تانية، انا دلوقتي واحده مستنيه الرز طول الوقت ينزل على بطاقه التموين واتمنع، ودلوقتي حضرتك بتقولي ان احنا بنزرع مساحات للرز كبيره جدا وعندنا فائض، والسنه دي زرعنا المحصول بأزيد، الارض بقت اكتر اللي بنزرعها رز، وبالتالي الزياده بتاعه الرز كتير وعندنا وفره اكتر من كل سنه. اللي هو الطبيعي احنا بننتج، معاليك بتقول بننتج كتير وعندنا فائض كمان. طب لما معاليك بتقول ان احنا عندنا فائض واحنا اللي بنزرع، ليه انا كمواطن مصري ودي بلدي اللي بتزرع لي ليه ما اخدش سلعه رخيصه؟ وانا يعني بتقولوا احنا مش بنصدر الرز، ده عندنا اكتفاء، ده بوفره وبزياده جدا. انا مش بصدر ومش بستورد. طب ولما معاليك مش جايب لي السلعه من بره بالدولار وغاليه، ولا هو احنا بقى عندنا موضوع ان ارتفاع الاسعار؟ معلش ده احنا بنجيب بالدولار والناس خلاص اتعودت على كلمه بالدولار. طب معاليك بتقول دلوقتي ان احنا اللي زارعين الرز ومش جايبينه بالدولار، ليه الاسعار عماله بترتفع زي السكر ما عمال بيرتفع؟ يعني انا افهم ان الزيت بيستوردوه، لكن السكر اللي احنا بنزرعه بوفره والرز اللي بنزرعه بوفره، ليه الاسعار عماله بترتفع قوي كده على المواطن؟ ليه السعر اللي احنا بنعرفه ان السلع في سلعه زادت فالتانيه لازم تعلى وتعلى وكل الاسعار تبقى قريبه من بعضها، اللي احنا بنستورده واللي احنا بنزرعه؟ نقطه تانيه، بتقولوا من الرز احنا بنصدر. لا يا فندم، الرز مالي اسواق الخليج، كل الدول العربيه بيتباع فيها الرز
ده لان الرز بتاعنا المصري انضف رز في العالم، ما بنستوردش من بره. لا يا فندم، حضرتك قلت بلسانك احنا بنستورد من الصين ومن الهند، وطبعا كل الحاجات اللي بنستوردها من بره طعمها ما بيتبلعش، ولا يمكن حد لا ريحته ولا طعمه يخلي حد يشتريه. طيب طالما احنا عندنا كتير، بنجيب من بره ليه حاجه منتج سيء الناس مش هتاكله؟ ويا ريت حتى الرز السيء اللي جاي من بره حتى يتحط في التموين. التموين كله تقلص في سلعتين اتنين. ليه معاليك ما تسيبش السلع موجوده، وانا اخد رز، اخد سكر، اخد زيت. انا عندي زيت الشهر ده، فانا عايز بداله سكر، انا عايز رز. ليه ما يبقاش فيه ليونه وانا اختار السلع اللي تعجبني؟ ومعاليك بتقول ما حدش يسالني تاني على الرز في التموين. طول الوقت احنا بنشتغل لصالح المواطن، لصالح المواطن. طيب يا فندم، هو صالح المواطن ده اللي هو ازاي؟ انا ما بقتش عارفه انا كمواطن هو ايه الصالح ليا، ان انا ما الاقيش السلعه، او اذا لقيتها الاقيها سعرها عالي. وطول الوقت احنا بنشتغل لصالح المواطن. انا عايزه اعرف بس الحكومه شايفه الصالح للمواطن اللي هو ازاي؟ عشان الكلمه بقت مطاطه شويتين. انا مثلا انا ابويا وامي لما ربوني قالوا لي احنا اللي عارفين الصالح بتاعك، احنا طول الوقت احنا اللي نقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه، هم اللي بيربوني. ولكن الحكومه طول الوقت هي المسؤوله عننا، وهي اللي شايفه الصالح العام، وهي اللي بتشتغل لصالح المواطن. وانا حاسه ان انا كمواطن ان انا ما بقتش فاهم اللي هو الصالح اللي هو ازاي. انا المواضيع كلها دخلت في بعضها. المهم ان انا كل وقت الحكومه تشتغل لصالح المواطن، واحنا بنشتغل كل حاجه بتصب في مصلحه المواطن. والحقيقه ان انا مش شايفه ده، انا مش شايفه ده. ان الناس تبقى قاعده مستنيه التموين بتاعها، السلعه اللي بيستنوها ومتوفره، ومعاليك بتقول لا احنا خليناها سلعه حره. يا ريت بس معاليك تسيبوا الموضوع اوسع من كده. طالما الاسعار عليت خلوها بحريه بقى، انا كمواطن اخد بقى السلعه دي او السلعه دي، لكن ما تحرمنيش منها، تشيلها خالص من التموين وتقول لي اشتريها بره. طيب انا مش لاقيه، انا واحد مش لاقي اكل، باخد التموين بستناه، هروح اشتري سلعه حره من بره عاليه ازاي؟ ثمنها عالي ومش ب 22، اقل حاجه 30. فهو كده الموضوع بتاع التموين وصل شكله لفين؟ انا بس عندي الاسئله دي استفهاميه، يعني انا مش اعتراضيه، انا واحده بتحب تفهم. طول الوقت انا عايزه افهم الكلام معانيه ايه. انا بتضايق من تصريحات مش موجوده على ارض الواقع. فمعاليك انا بس بوجه الاسئله دي وعايزه لها رد، مش اكتر من كده. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.